فريق مازيمبي الكونغولي يضرب موعدا مع النادي الاهلي في نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا بعد فوز مازيمبي النهارده على بيترو اتلتيكو 2-1 على ارضه وسط جمهوره في مباراة كانت مثيرة للغاية. بيترو اتلتيكو كان فايز الشوط الاول 1-0 وكان كمان هو اللي ضاغط وهو اللي شكله هياخد بطاقة الصعود وهيقصي مازيمبي، ولكن بتحصل مفاجأة في اللقاء ده ومازيمبي في اخر دقيقة بيجيب الجون وياخد بطاقة الصعود عشان يواجه الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يا ريت تتابع معايا الحلقه للاخر، ما تنساش اللايك والشير وكمل معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم حلقه جديده مع ابو تميم. النهارده فريق مازيمبي الكونغولي بيفوز على بيترو اتلتيكو في انجولا بنتيجه 2-1 بعد ما كان بيترو اتلتيكو مسيطر على اللقاء بشكل كامل في الشوط الاول، وكمان سجل الهدف الاول وكان خلاص حس ان هو صعد والامور تؤول الى ان هو اللي هيصعد وهيواجه النادي الاهلي. رغم ان انا لا احفز ذلك، انا كنت عايز لا احبذ وليس احفز، مش عارف احفز دي جت ازاي. المهم ان بيترو اتلتيكو مش من مصلحه الاهلي ان كان يواجه بيترو ولكن يواجه مازيمبي. هقول الكلام ده في الحلقه اللي قبل ان شاء الله الماتش بتاع الذهاب بتاع الاهلي ومازيمبي، ولكن النهارده مازيمبي اثبت ان هو فريق كبير. بيترو اتلتيكو شكله فريق كبير وجاي في الطريق، بس ناقصه حته الفريق بتاع البطولات، الفريق اللي يقدر ينافس ويكون متواجد في الادوار الاقصائيه ويعرف هو عايز ايه من الماتشات بشكل كويس. لكن هو لسه مش فريق بطولات، وفريق يعني هيبقى الحصان الاسود الفتره اللي جايه ممكن نشوفه يعمل مفاجآت زي صن داونز، لان بيترو اتلتيكو تحس ان هو فريق فعلا فريق كويس، ولكن بعد الهدف الاول استهتر، حس ان هو خلاص صعد وان هو البطوله يعني جاي في نص النهائي وبيفكر في هيواجه الاهلي ازاي. اللعيبه تراخت بشكل كبير، ولذلك مازيمبي سجل التعادل. وكان برضه هم فاكرين ان هم هيروحوا اكسترا تايم، فريق بيترو هيروحوا الاكسترا تايم وهيلعبوا ممكن بلنتات على ارضهم وبتاع والجماهير، ولكن مازيمبي بتعمل مفاجاه لان هم برضه استهتروا لدرجه ان في الدقيقه 90 وفي الوقت الاضافي الجون بتاعهم طلع وبداوا يهاجموا، فتحوا الخطوط كلها، مش الخطوط ده بقى كلهم في نص ملعب في ال 18 بتاعه مازيمبي، ولذلك الجون جاي من كوره جت من نص الملعب لل 18 بتاعه بيترو، فمفيش حارس مرمى، الدفاع اتلخبط، خبطوا ببعض، الكوره جت للاعب من فريق مازيمبي والشبكه فاضيه راح مسجل. المهم ان الاهلي ان شاء الله هيلاعب مازيمبي في دور نص نهائي، كل التوفيق ان شاء الله للاهلي ذهابا وايابا. ايه النقطه الثانيه اللي حابب اتكلم فيها في حلقه النهارده، وهو الموضوع الترند اليومين دول واللي داير، وهو كلام المستشار تركي آل الشيخ على موضوع مباراه القمه بين الاهلي والزمالك اللي كان مقرر ان هي مش مقرر قوي، لان الموضوع يعني بان ان هو ما كانش هينفع اصلا ان المباراه تتلعب في السعوديه، وانا كنت اؤيد ان المباراه تتلعب في مصر مش في السعوديه، مش عشان الوطنيه ولا الكلام الفارغ اللي الناس بتقوله والمزايدات اللي الناس بتتكلم فيها بعض الجماهير بالذات جمهور الزمالك اللي بيقولوا بيزايد على المستشار تركي آل الشيخ. ولكن الموضوع انا شايف ان هو يتلعب في مصر، دي مباراه في الدوري مش مباراه كاس ولا مباراه سوبر ولا مباراه بطوله من ماتش واحد. لو على الكاس او على السوبر ماشي يا سيدي، يتلعب في السعوديه في الامارات، دول اخواتنا واشقائنا واهلنا، وكمان في جماهير مصريه كتيره في البلاد دي تحب تشوف الاهلي والزمالك. لكن مباراه في الدوري كانت هتبقى السابقه الاولى في التاريخ ان مباريات دوري تتلعب في دوله غير الدوله، وكمان في قاره غير القاره. احنا في قاره افريقيا والسعوديه في قاره اسيا، واقول تاني اخواتنا واهلنا. وانا اتمنى بشوف يعني الصوره والحاله الكبيره اللي بيحتفي بيها اهلنا في السعوديه، وكمان المشجعين المصريين اهلاويه وزملكاويه اللي بيشوفوا المباراه في الاستاد وبيستمتعوا بالاجواء وبيحسوا ان هم ايه في ماتش كده في القاهره ولا في مصر، بيرجع لهم يعني روح الحنين. ولكن المواطن الغلبان المصري المشجع الاهلاوي او الزملكاوي اللي عايز يتفرج على ناديه اللي بيحبه وبيشجعه بيقطع له تذكره عشان يروح يتفرج عليه، ده ذنبه ايه؟ لما مباريات الدوري القمه اللي هو بيستناها ممكن ناس ما تحضرش ولا ماتش للاهلي ولا للزمالك الا مباراه القمه، بيروح يحجز تذكره عشان يشوف مباراه القمه دي في مصر. ده يروح فين؟ يستنى بقى ماتش كاس مفيش، هيتلعب بره باشا في السعوديه، ماتش سوبر هيتلعب في الامارات، ماتش قمه في الدوري يتلعب في السعوديه. طيب الناس دي تعمل ايه؟ خلاص مش هيبقى عنده شغف لكره القدم. حتى مباريات منتخب مصر ممكن الناس ما تحجزش تذاكر وما حدش يروح يتفرج عليها، لان خلاص انا اهلي وزمالك مش هشوفهم هنا. انا ببص للموضوع من المنظور ده، ان انت الكوره في مصر والله ما هتتطور بالشكل ده. انت بتعمل استادات وبتبني مباني، ولكن في النهايه انت بتاخد كل حاجه لبره. يا عم تخليك هنا، انت عمال تطور
تعمل في المباني، طور بقى في الانسان، طور في مش عايز اتكلم يعني، طور في الكوره، طور يا سيدي في الرياضه، طور في الانديه. الناس دي من حقها، ما تقوليش اصل الموضوع مادي وكان هيجي من وراه فلوس، فوق دماغي. لكن هنا لو بصينا من جمهور الزمالك العزيز المحترم اللي بيتكلم، ناديه هو احق بالفلوس وهم اللي رافضين. انا برضو رافض من وجهه نظري ان المباراه تتلعب في السعوديه. ليه ما نتلعب في مصر؟ دي مباراه دوري، كفايه سوبر وكفايه كاس. الزمالك احق وعايز كل دولار، عنده مشاكل وعنده ديون وعايز يسدد اللي عليه، ومع ذلك رافضين. انا شايف ان الاهلي كان المفروض، والاهلي ما رفضش وما قبلش. يعني البيان اللي طلع من مجلس الاداره بيقول اللي فيه الصالح العام واحنا مش مسؤولين، المنظم للبطوله الرابطه او اتحاد الكوره لو شايف انا موافق، لان هي مش مباراه الاهلي، دي كانت مباراه الزمالك اللي هي يوم 15/4. مباراه الاهلي كان مقرر ليها يوم 29 او 28/6، ولو كانت اتلعبت طبعا بتاعه 15 كانت بتاعه 28/6 هتتلعب برضه في السعوديه. ولكن انا شايف الحمد لله ان هي ما اتلعبتش هناك، او القرار الفيفا رفضت. طبعا الامور جرت كده ان المباراه في السعوديه لحد ما طلع تركي آل الشيخ واكد ان فعلا كانت المباراه هتتلعب، ولكن الفيفا رفض عشان موضوع من قاره لقاره. والاهلي كان عنده كمان مباراه يوم 19 اللي لسه بنقول عليها، كان بيترو اتلتيكو او مازيمبي، اللي هو تحدد خلاص ان هنلاعب مازيمبي في الكونغو. فكان المستشار عايز يجيب الفريق الافريقي ده يلعبه في السعوديه. بعد مباراه الاهلي والزمالك واتضح ان الموضوع صعب جدا، الفيفا والكاف هيرفض الكلام ده. طيب ايه اللي حصل؟ المشكله اللي حصلت واللي خلى الاعلام شايط من ساعتها والدنيا مولعه في نادي الزمالك، ان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك طلع وعمل تويته وقال ان احنا هنلعب المباراه في الدوري العام، هنكون متواجدين في استاد القاهره يوم 15 ابريل زي ما محدد في جدول الدوري. طيب هل انت كنت رافض فعلا وبعت رفضك للسعوديه او للمستشار تركي الشيخ او للرابطه او الاتحاد ان انا مش هلعب في السعوديه، ولا انت طالع تقول كده وخلاص؟ اللي قاله تركي الشيخ انك بتقول كده وخلاص، وانك عايز تكسب بطوله وهميه، يا ريت تكسب البطوله دي في الملعب، ما تكسبهاش على السوشيال ميديا والترندات. لان انت هو على كلام المستشار تركي آل الشيخ ان انت موافق، وكمان انت بعت الموافقه قبل الاهلي. جماهير الزمالك زعلانه وبتأيد ناديها وبتأيد مجلس ادارتها وبتقول ان احنا مش هنلعب واحنا ايه، وطبعا بيشتموا وبيغلطوا في الراجل. هل انت فعلا لو معاك نص الموافقه دي واتنشرت هيبقى موقفك ايه كجمهور؟ هل الناس دي لو فعلا مش متاكده ان هي كانت موافقه وان هي بعتت الخطاب بتاع الموافقه للمنظمين، هل ما كانوش طلعوا كدبوا المستشار تركي آل الشيخ وقالوا ان احنا لا احنا ما بعتناش، احنا مش موافقين، هات لي نص الخطاب؟ ما حدش اتكلم. طلع الاستاذ الكابتن حسين لبيب وعمل خطاب ما استفدناش منه حاجه، بيوجه الشكر والدعم للجماهير وبيقول الجماهير دي وبتاع وفوق دماغي والجمهور الزمالك المحترم والعظيم، وطبعا ده حقيقي. ولكن انت ما قلتش حضرتك ان الخطاب ما اتبعتش واحنا ما كناش موافقين. هل انت اديت تعليمات للمتحدث الرسمي لنادي الزمالك اللي طلع وقال الكلام ده، ولا ما اديتوش وده طلع من دماغه؟ في الحاله دي لو كان طلع من دماغه المفروض فعلا يتعاقب على كلام المستشار تركي آل الشيخ، اللي الناس سابت كل الحكايه ومسكت في كلمه الصوره اللي في نادي الزمالك لو لسه موجوده يا ريت تتشال، وجابوا له الصوره وهي مخلوعه من زمان طب ما تسال مجلس ادارتك هل انت فعلا كنت موافق ان المباراه تتلعب، وانت فعلا موافق قبل الاهلي ان المباراه تتلعب؟ لو كنت موافق طلعت قلت التويته دي ليه؟ ولو ما كنتش موافق فين اللي يثبت انك ما كنتش موافق وتكذب الراجل ده؟ فلو ده حقيقي يبقى الراجل ده معاه كل الحق في اللي طلع قاله ومن غير تطبيل ولا بتاع. انا بتكلم كلمه الحق. الموضوع الثاني اللي معانا النهارده وهو موضوع الساعه، موضوع اصابه حسين الشحات ان هو مش هيكون متواجد في مباراه القمه. الف سلام عليه. طبعا اعتقد ان هو فعلا مش هيقدر يشارك بعد البيان اللي طلع ان هو هيجيب لمده 15 يوم، النهارده 7، يعني يوم 21 هتكون مباراه القمه عدت، وممكن كمان ما يشاركش في مباراه الذهاب بتاعه مازيمبي الكونغولي، يعني مش هيشارك ولا في القمه ولا في مباراه الذهاب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كمان علي معلول بيقول النهارده ان هو اشتكى من شد في الخلفيه وممكن يريح في الماتش اللي جاي. انبي وزد ممكن يريحوا في الماتشين دول قبل مباراه الزمالك. ان شاء الله هي مش بنسبه كبيره انه يشارك، ولكن ان شاء الله بنسبه كبيره برضه ان هو يشارك. يعني ممكن نقول 50-50 هيلعب او مش هيلعب في مباراه القمه، ولكن مؤكد باذن الله انه يشارك في مباراه مازيمبي الكونغولي عشان علي معلول ما فيش بديل عنه. ممكن في المباريات المحليه يتغير بتاع، يعني ينزل حد يجرب المدرب الكبير مارسيل كولر، ولكن في الماتشات الافريقيه ما ينفعش، ما فيش حل غير وجود علي معلول. كمان حسين الشحات هيأثر جدا في مباراه القمه ومباراه مازيمبي، ولكن نتمنى له الشفاء ويعود ان شاء الله ويشارك في المباريات اللاحقه.
كمان عايز اكلمك واخص بالذكر يعني جماهير او بعض جماهير الزمالك اللي بتتكلم عن تصريحات الكابتن امام عاشور اللي طلع في لقاء على قناه الحياه واتكلم عن انتقاله للاهلي وازاي ده حصل، وان هو عرض الاول نفسه على جمهور او على نادي جمهور ايه، عرض الاول نفسه على مجلس اداره نادي الزمالك وهم اللي رفضوا، ولذلك قال انا اللي بيقدرني بقدره واللي هيشيلني انا هشيله. والاهلي ما فكرتش لما الاهلي عرض عليا ولما كلمني امير توفيق انا ما فكرتش لثانيه ووافقت على طول. فماسكين الحته دي برضو مطلعين ان هو الراجل اهو ده زملكاوي، ده بتاع انتوا خدتوه عشان احنا ما رضيناش ناخده. ما حدش والله ساعتها كان ضربك على ايدك وقال لك ما تاخدوش وما تدفعوش فيه اللي هو طالبه، انت رفضته. هو جه الاهلي هتقول لي هو غلط؟ حتى المذيعه سالته بتقول له صالح سليم وبتاع وانت قلت كده، قال لها خلاص الناس بتقول لي دلوقتي ان انا ابن النادي وان هم سامحوني وغفروا لي وبيحبوني. جمهور الاهلي يعني بيحترم اللي بيحترمه، الراجل بيلعب وبيأدي. اعتذر قبل ما يجي للاهلي، طلع واعتذر والاهلي وافق على او قبل اعتذاره وجابه بيلعب عنده. لو غلط عندنا غلطه زي كده عمره ما هيرجع، ولنا في رمضان صبحي خير دليل. هو ما غلطش فعلا ولكن اختار طريق تاني والاهلي خلاص مش مرجعه من ساعتها. ولو الاهلي رجعه بعد ده كله ساعتها هتشوف موقفي انا عامل ايه ضد مجلس اداره النادي الاهلي، لان هو بيقول ان هو غلط بره النادي وما كانش عندي، لما جه عندي ما يقدرش يعمل كده. وانا معاه في النقطه دي وبأيد ان الراجل لما جه التزم ولعب وما بيتكلمش. لكن هو طلع بيتكلم دلوقتي على موضوع الكابتن رضا عبعال وبيقول انا ما بقولش عليه انا بحبه وهو بيهزر وبيضحكني وبتاع، ولكن هو بيقول على نفسه هجاص وانا بقول له انت هجاص وهو عارف. خلاص يا كابتن امام، دي حته بقى بره سياسه وبره مبادئ النادي الاهلي اللي انت كنت لسه بتتكلم فيها. كل شويه تطلع تقول على كابتن رضا سيبه، خليك يا ريت تركز في الملعب وخليك في الكوره واللي يقول عنك يقول، لان دي فعلا مش سياسه النادي الاهلي ودي مش طريقه النادي الاهلي واللعيبه في الاهلي اللي تطلع ترد كل شويه على الناس الاعلاميين او حتى لعيبه الكوره القدام. خلي كل واحد يقول رايه، مش كل شويه تطلع تقول خلاص الراجل على نفسه. مش معنى كده انك كل برنامج هتطلع فيه تقول عليه كده. خلاص يا ريت نقفل الموضوع ده يا كابتن امام، وان شاء الله تخف وترجع بالسلامه ونشوفك مشارك في الماتشات وتأدي زي ما احنا شفناك وتعودنا عليك. ان شاء الله يوم 15 ابريل القمه هتكون في مصر في استاد القاهره بين الاهلي والزمالك. اتمنى انها تكون بروح رياضيه كبيره ونشوف ماتش كويس في الدوري. دي مش مباراه بطوله ولكن مباراه نقاط. الاهلي عايز 3 نقط والزمالك عايز 3 نقط، ولا يكون تعادل ويكون ماتش وحش. يا ريت ده ما يحصلش. انا عايز اشوف ماتش كويس، اللي يفوز يفوز، ده ماتش في الدوري. ولكن يتمنى الروح يا جماعه، الروح الرياضيه بين الاهلي وبين الزمالك. خلاص انا واحد من جماهير الاهلي اهو، عايز الماتش يتلعب في مصر، وانت كجمهور زملكاوي اهو الماتش اتلعب في مصر. انت بقى شايف مجلس ادارتك وافق ان رفض ان الماتش يتلعب في السعوديه او نفذ لك كل اوامرك والماتش اتلعب في مصر، دي حاجه ترجع لك. شايف ان هو ضحك عليك وضحك عليك كمان لما قال ان انا ارفض العب في السعوديه. هو كان بعت الموافقه، ما حدش يعرف القصه دي، ولكن في النهايه اللي كنا عايزينه انا معاك في النقطه دي ان الماتش يتلعب في مصر، وهي الرغبه بتاعتكم اتحققت. فان شاء الله يا ريت يكون ماتش كويس نستمتع بيه، واشوفكم في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.